مش انت قلت الاهلي نادي القرن؟ احنا الاهلي نادي القرن. قلت مع رامز جلال الاهلي نادي القرن. يا باشا ده تحت قهر، ده قهر ايه بس؟ صلى على النبي يا باشا، ده بالقهر. اللي بيقول كلمه الحق بيقولها تحت قهر، الاكثر تتويج، تحت مهر. لا يا باشا احنا الاكثر تتويج. طب ماشي، ندخل بقى في الكلام الايه المحترم. سيبقى النادي الاهلي بادارته هم الافضل في الكره المصريه. اجيب لك الكابتن الخطيب تولى سنه كام؟ 2017. لا احنا بنتكلم على ثواني بس. امال انت لسه طالع بتقول في بيان. لا تسيبه بقى، ما تسيبه يتكلم بقى. على فكره ممكن اقطعك عادي. لا 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 بس احنا زي ما احنا ماشيين كده. هو سابك سيبه شويه بس، اديله نفس. يلا طيب. يلا يا رد بس على اللي هو قاله. 2017 أيوه. حتى هذه التاريخ النادي الاهلي جايب كام بطوله افريقيه؟ حلو. دخل ست بطولات، اخذ منهم 4. يعني اخر 6 سنين دول الاهلي واخد 4 دوري ابطال افريقيا. يعني النادي الاهلي كويس يا جماعه. خلاص كويس بالارقام بس، بالارقام. يعني النادي الاهلي اخد 6 سنين، وصل 5 نهائي، واخد 4 دوري ابطال و3 سوبر افريقي. طيب في نفس الوقت ده المنافس الاقرب للاهلي الزمالك واخد كام من 2017 حتى هذه اللحظه؟ واخد 2 سوبر افريقي وواحده كونفدراليه. لا وجه للمقارنه على الاطلاق، فضلا من عن ان الزمالك من 2002 لغايه دلوقتي ما خدش دوري الابطال. انهي مقارنه وانهي ادارات؟ مع احترامي، اذا تحدثت لغه الارقام صمت الجميع. هنا اداره النادي الاهلي يمرض ولا يموت. ودي بالارقام. اخش لك بقى في كام دوري وكام كاس؟ اخش لك في كام دوري وكام كاس؟ الزمالك الان يحقق نتائج جيده ولكنه لم يحقق بطوله حتى الان. اذا كانت جماهير الزمالك والناس مبسوطه بالاداء، كلنا مبسوطين بادائه، لكن انت تقيم بالبطولات. الزمالك حتى هذه اللحظه ما جابش لسه ولا بطوله، فاذا كان الاداء جيد ده فوق الراس واحنا بنثني على الاداء، لكن